الأبيض نقل مسؤولية العلاقة مع الكيان الصهيوني من قيادة القوات الأمريكية في أوروبا إلى قيادة القوات الأمريكية في المنطقة، بمعنى أن المرجعية العسكرية أصبحت واحدة لهذه الأنظمة والكيان الصهيوني. التطبيع الآن يراد منه تشكيل تحالف جديد. كل التطبيع سيء، لكن هذا التطبيع هو أخطر، لأن هذا التطبيع يهدف إلى بناء تحالف جديد سيستهدف دول المنطقة التي لا تنصاع للإرادة الأمريكية، سيستهدف قوى الفعل في أمتنا التي لا تنصاع للإدارة الأمريكية. وأنا أقول لكم الرئيس الأمريكي الحالي ليس بعيدا عن ذلك. الرئيس الأمريكي كان في زمن أوباما نائبا للرئيس. أوباما أحدث بعض التغييرات في الاستراتيجية الأمريكية. واحدة من هذه التغييرات التعامل مع المخاطر المتوقعة من أجسام غير الدولتية، يعني أمريكا تتعامل مع الدول والحكومات والأنظمة تاريخيا. أوباما وضع في قائمة الاستهداف الأجسام التي لا تمثل دولا لكنها تؤثر على السياسة الأمريكية وتؤثر على الكيان الصهيوني، وسمى 3 أهداف في ذلك، 3 أسماء في الاستراتيجية الأمريكية. ذكر الحركة الإسلامية الإخوان المسلمين، وذكر حركة حماس وحزب الله. 3 قوى ذكرها بالاسم لأنها تؤثر على الاستراتيجية الأمريكية، وبالتالي على الإدارة الأمريكية أن تتعامل معها لتقويض نفوذها وفي طريق إزالة وجودها. إذن بناء محور يستهدف هذه الأطراف ومن يمكن أن يكون خارج السياسة الأمريكية. أيضا القضية الفلسطينية تعطي الدول الإقليمية المركزية أدوارا تجعل من الصعب أن يتشكل دور لإسرائيل في منطقتنا. في كل المناطق حسب تقسيم الجيوسياسي، إذا ذهبت إلى شرق آسيا فالدولة الأكبر والأثقل هي الصين. كثير من الدول تدور في فلكها وتتأثر بها. إذا ذهبت إلى أوروبا ليست كل الدول بثقل واحد رغم وجود اتحاد أوروبي. ألمانيا هي الدولة الأكثر ثقلا. بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي، بقي الاتحاد الأوروبي قائما. في منطقتنا هناك دول كبرى تؤثر في الحدث السياسي. هذه الدول بعضها دمره الأمريكيون كالعراق على سبيل المثال، ودولة كمصر يجتهد الأمريكيون في تهميشها وإخراجها من المعادلة السياسية الإقليمية، وقد نجحوا إلى حد بعيد. والسعودية وإيران وتركيا، هذه الدول الكبيرة في المنطقة. أي دولة تلعب دورا في شأن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوز دورها الإقليمي. ولهذا الاستراتيجية الأمريكية الراهنة مع هذه الدول هي إعادتها إلى داخل حدودها ومنع أن يكون لها أي نفوذ خارجي، ليس بصيغة النفوذ الاستعماري الذي تقوم به أمريكا، ولكن حتى بأن يكون لك دور داعم لحركة تحرر في فلسطين ضد الاحتلال، لمقاومة في فلسطين ضد الاحتلال. بهذا المعنى تأتي أهمية بالنسبة لأمريكا فكرة تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء هذه القضية. بفضل الله سبحانه وتعالى نجحنا أن نوقف صفقة القرن التي أطلقها ترامب، لكن الحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن ما حصل في معركة سيف القدس سدد ضربة قاضية لهذا المشروع، لأنه أثبت وبشكل قاطع أن هذا الكيان معتدي وهش، وأن القدس التي جاء ترامب ليقول أنها عاصمة الكيان الصهيوني إلى الأبد ثبت عمليا أنها مدينة عربية إسلامية فلسطينية، وأن الصهاينة إذا أرادوا أن يسيروا في شوارعها هم لا يعرفون هذه الطرق. ليس فقط الناس الذين ينكرونهم، شوارعها وأزقتها وحواريها تنكرهم وتلفظهم، وأن هذه المدينة التي يدعون أنها عاصمة لكيانهم المزعوم هي مدينة تلفظهم، وهي المدينة التي استدرجت صواريخ المقاومة لتقصف مواقع الكيان الصهيوني المختلفة. إذن القدس ليست لهم. هذه أول رسالة في معركة سيف القدس. الرسالة الثانية أن هذا الكيان هش لدرجة لا يمكن تصورها، لدرجة لا يمكن تخيلها. رئيس أركان هذا الكيان منذ 3 سنوات وهو يعد الخطط، إذا ما حصلت معركة مع غزة أو مع لبنان فسيقضي على المقاومة هناك. في هذه الجولة من المعركة 11 يوما بفضل الله سبحانه وتعالى تبين أن كل خطط لا قيمة لها. أسقطتها المقاومة
عجز جيشه عن التعامل مع هذه الواقعة. والأهم من ذلك أن هذا الجيش بدأ يعترف الآن بأن هذه الخطط غير عملية وغير واقعية. المسألة أو العنوان الثالث في معركة سيف القدس أنها وحدت الشعب الفلسطيني عمليا. الاحتلال كان يظن أن الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 48 صاروا حسب تسمية عرب إسرائيل، لهم قضيتهم. القدس حالة وسيطة لها وضعها، غزة موجود في محاصرة وتحت إدارة المقاومة تقودها حركة حماس. الضفة هناك صراع فيها ولكن الحالة الأمنية ضاغطة على المقاومة. إذن والخارج ساقط في حسابات عملية التسوية ومرفوض أن يعتبر وأن يعاد. إذن هذا شعب مقسم لا يمكن أن ينتصر. في سيف القدس خرج كل الشعب الفلسطيني تحت عنوان واحد وهو المقاومة ضد الاحتلال. لم يخرج تحت أي عنوان إلا عنوان المقاومة تحت الاحتلال، من أقصى يمينه إلى أقصى يساره، بكل ألوان طيفه، بكل أماكن تواجده. توحد الشعب الفلسطيني من البحر إلى النهر ضد الاحتلال، وهذه كانت بالنسبة للكيان الصهيوني الإدارة الأمريكية كارثة كبيرة. لا أريد أن أدخل في تفاصيل المعركة وسيرها وإنجازاتها، وهي كثيرة وكبيرة، والحقيقة بكل تجرد أقول أن نتائجها العسكرية لم يكتمل أثرها حتى اليوم، وفي قابل أيام ستكون أثارها أكثر على الأرض إن شاء الله تعالى. لم يكد العدو يفيق من معركة سيف القدس. اللي أخطر من ذلك كله أن عنوان عزل فلسطين عن الأمة قد سقط في معركة سيف القدس. هذه الأمة خرجت من كل مكان، من كل فج، لا أقول تتضامن مع فلسطين ومع القدس، بل تشارك في هذه المعركة. وكل التقارير التي كانت تصل إلى البيت الأبيض أنه أيام إضافية في هذه المعركة تعني انفجارات في المنطقة في وجه السياسة الأمريكية وفي وجه الكيان الصهيوني، ولذلك لا بد من إنهاء هذا الأمر بأسرع وقت ممكن. وهكذا قررت الإدارة الأمريكية أنه كفى في هذه المعركة. الآن هذا المشهد في محاولة لترميمه. هنا يأتي دورنا، هنا يأتي دور العاملين من أجل فلسطين. كيف يمكن أن يتحول هذا المشهد، مشهد الانتصار في القدس في معركة سيف القدس، إلى حالة حراك في الأمة. وأنا أقول أن المقاومين يقيمون الحجة يوما بعد يوم. حادثة الفرار من السجن التي قام بها 6 من المجاهدين من أبناء المقاومة، 5 من إخواننا في الجهاد الإسلامي والسادس من حركة فتح، لا شك أنها حادثة قاهرة بالنسبة للعدو. هذا السجن هو أفضل السجون تحصينا، وأفضل السجون بالنسبة للكيان الصهيوني هو أسوأها على شبابنا وأسوأها على مقاومينا، ولكنه هو الأفضل من وجهة نظرهم من حيث حصانته وعدم إمكانية الفرار منه. ينجح إخواننا في الفرار من هذا السجن، وبغض النظر عما ستؤول إليه الأمور العملية نجحت. قد يستشهد الإخوة بعد ذلك، قد يشتبكوا في معركة مع الاحتلال ويرتقي بعضهم شهداء، لكن العملية نجحت. وهذا النجاح معناه أنه لا يمكن إقفال سجن على مقاوم، ولا يمكن إقفال سجن على الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لهذا الاحتلال الذي أدار سجنا محكما أن يبقى محكما احتلاله على أرض فلسطين. هذا المشهد الفلسطيني يحدث اختلالات كبيرة في المنطقة، لكن لن أغفل اختلالات أخرى. وفي عجالة، معلش سامحني على الوقت، الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. بعيدا عن كثير من التفاصيل، لا شك أن هذا الانسحاب هو ناتج عن 20 عام من المقاومة قدم فيها الأفغان 50,000 شهيد. وأنا هنا أتحدث عن المقاتلين ولا أتحدث عن النساء والأطفال الذين ربما يكون عددهم ضعف هذا العدد. ولكن في نهاية المطاف وجد الأمريكي أنه 140,000 أفغاني اللي اشتغلوا عملاء معاه في مؤسساته التي بناها غير قادرين أن يغيروا هذا الشعب وأن يغيروا ثقافته ودينه وانتماءه، فخرج حاملا معه عملاءه. 140,000 واحد، هي أرقامهم اللي حملوها في الطائرات. وهذا مؤشر من باتجاهين يا إخواننا. أولا، لا يمكن أن تضمن مستقبلك إذا خرجت من انتمائك لأمتك وخرجت من انتمائك لشعبك. هؤلاء غادروا انتمائهم لشعبهم وأمتهم فخرجوا مع العدو.
والمسألة الثانية أنه 20 عام من الاحتلال لم تكن كافية لقوة جبارة كالولايات المتحدة الأمريكية، القوة الأعظم في العالم، أن تهيمن على دولة هي الأفقر في العالم، أفغانستان، وشعبها الأقل قدرة الشعب الأفغاني. لكن أقول لكم هذه التداعيات لم تنتهي، ستجد أمريكا نفسها مضطرة للانسحاب من مناطق أخرى والانسحاب من ملفات أخرى وإعادة ترتيب أوضاعها، وهي قوة عظمى لن تسلم بالهزائم سريعا، ولكن مجرد أن تبدأ هذه الهزائم إذا كان هناك إصرار من الأمة على الضرب في المناطق التي فعلا تؤثر، وهنا أعني الكيان الصهيوني، هذا الانسحاب سيتحول ليس إلى واقع، وإنما سيتحول إلى حالة متدحرجة تنهي هذا النفوذ والوجود في منطقتنا. وعليه، وأختم بهذا، ما هو الدور الذي ينبغي أن نقوم فيه في هذه المرحلة في ظل سيف القدس وتداعياتها وفي ظل التراجعات التي تتم؟ أولا، لابد أن نطمئن أننا لا نخوض معركة اليوم نحن في وضع ضعيف فيها. يمكن قبل 15 سنة وضعنا كان أضعف، نحن اليوم في وضع أفضل في معركتنا التي نخوض ضد الاحتلال. قبل 15 سنة كنا نتكلم عن الصمود، اليوم نتكلم عن التحرير. قبل 15 سنة كنا نتكلم عن التحالف الدولي الداعم للولايات المتحدة للكيان الصهيوني، اليوم نتكلم عن عجز هذا التحالف عن حمل وحماية هذا الكيان. قبل 15 سنة لم نكن نتكلم عن قوى فعل في المنطقة، اليوم نحن نتكلم عن قوى فعل في المنطقة تقاوم وتحاول النهوض. إذا نحن اليوم في حال أفضل، علينا أن نبني على ذلك وأن نؤسس عليه، وهذا البناء وهذا التأسيس يقتضي أن نركز في النقاط التي تحدث الأثر الأسرع، والأثر الأسرع يأتي هنا هو في بيئة القضية الفلسطينية. المسألة الثانية أنه في ظل حالة التراجع ستجري محاولة لبناء صور ما توهمنا بأن الخطر داهم، وبأن الإقدام خطوات إلى الأمام قد يكون عليه أو قد يرتب أثمانا عالية. أعتقد أننا ينبغي الآن ألا نستسلم لهذا الوهم، وأن ندرك أن محاولة الوهم هذه لا تحتاج إلا إلى تسليط ضوء أو التقدم خطوة لنكتشف أنها صورة واهمة غير حقيقية، وأن هذه البيئة التي ترسم هي واهنة وغير قادرة، وأعتقد أننا سنستطيع أن نفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وأضرب لهذا مثالا واضحا وبسيطا. اليوم في بيئة الكيان الصهيوني في البيئة الداخلية، عليكم إخواننا يتتبعون إعلام الكيان، حالة السخرية المريرة من واقع حكومة العدو وفشلها في موضوع فرار الإخوة من السجن لم يكن له سابقة في تاريخ هذا الكيان. إذن مطلوب الآن أيضا أن لا نستسلم لصور واهمة. مسألة الثالثة، لا، مطلوب خطوة إلى الأمام. نحن كنا نتكلم عن مقاومة التطبيع، استمعنا صباحا لحديث الأخ طارق الشايع عن منسقية مقاومة التطبيع. أعتقد اليوم ينبغي أن تصبح الخطوة التالية هي إسقاط عملية التطبيع، ليس مقاومته، إسقاط عملية التطبيع، والضغط بكل ما أوتينا من قوة على الحكومات التي تذهب في حالة التطبيع لتتراجع عن التطبيع. وأنا بذكركم في دول كانت مطبعة ولها سفارات، في ظلال معركة غزة عام 2014 أو عفوا عام 2008-2009 أغلقت بعض السفارات وأغلقت بعض مكاتب الاتصال. في موريتانيا على سبيل المثال أغلقت السفارة. إذن الآن نحن نستطيع أن نذهب باتجاه إنهاء التطبيع وإسقاط التطبيع، وهذه مهمة لا بد أن يقوم بها إخواننا وأن يجري العمل عليها. إذا ما كان عندنا تطبيع، تحصين الموقف أيضا للانتقال من مربع التعاطف مع القضية الفلسطينية، وأنا هنا أتكلم عن الموقف الرسمي، إلى موقع الدعم للمقاومة في فلسطين وتبني خيار المقاومة والوقوف إلى جانب المقاومة. النقطة الأخيرة في ظل ما يجري أو كل ما يجري، نحن أيها الإخوة نحتاج أيضا إلى توسيع شبكة جهودنا. هناك أطراف كثيرة ومؤسسات عديدة تعمل في ذات الاتجاه الذي نعمل فيه، وربما لا تنخرط معنا لأسباب تتعلق بانتماءات فكرية أو انتماءات
سياسية أو ربما طبيعة النشأة أو ربما المزاج في العمل. نحن معنيون الآن أن نكتل هذه الجهود وأن نجمعها وأن ننفتح على كل هذه الفئات بغض النظر عن ما يمكن أن يكون من عقبات سابقة أو ظروف سابقة حالت دون ذلك، لأنه مزيد من تجميع الجهود في مواجهة المشروع الصهيوني ومن أجل دعم المقاومة في فلسطين ستكون له نتائجه الإيجابية في دفع مشروعنا إلى الأمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الفرج لأمتنا وأن يكتب لنا النصر، أن يكتب لكم التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير وبارك الله فيك وشكرا جزيلا. تقبل الله منك على هذه الإضاءات المهمة. حتما وبحول الله تعالى سننتصر. كلما ظنوا أننا قد ضعفنا انتفضنا، وإن شاء الله لن تتوقف مسيرة هذه الأمة والنصر قريب. في مفتتح الكلمات أود أن أقدم الشيخ محمد العكروت من تونس، فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد المولى سبحانه وتعالى أن من علينا بهذه النعمة، نعمة الالتقاء من أجل قضية هامة بالنسبة إلينا. في البداية كما يقولون الإسلام أمانة، فالشيخ راشد الغنوشي طلب مني أن أبلغكم سلامه الحار وأن يشد على أيديكم لمواصلة الطريق. وكمعلومة في 25 جويلية لما وقع الانقلاب في تونس، جاء بعض المتسلقين إلى الشيخ راشد يبلغونه، ولا أدري ما صحة ذلك، ولكن على كل حال وقع إبلاغه بأنه إذا أردت البرلمان أن يعود غدا للعمل عليك أن تطبع مع إسرائيل. فقال لهم: الموت أهون لي من ذلك. هذا بين قوسين. أعود الآن باعتبار الوقت قليل، يسمح لي أخي أسامة حمدان أن أعارضه فيما ذهب إليه الشيخ الدكتور أسامة. تحدث عن دور الأمة لدعم الحق الفلسطيني. أنا أقول العكس، الأمة محتاجة لفلسطين. نحن ما وقع بسيف القدس وحد كل التوانسة، اليسار واليمين وكل الأطراف، وحدها سيف القدس. ولذلك نحن محتاجين للعمل من أجل القدس، وليس القدس هو المحتاج لنا. نحن نستفيد عندما نعمل من أجل القدس، عندما نعمل من أجل الحق الفلسطيني نحن نزداد رفعة، وبالتالي نحن المحتاجون لهذا العمل إذا أردنا أن بلادنا تعمر وبلادنا تتوحد وبلادنا تتآخى وبلادنا تتقدم. الرهان العمل من أجل القدس الشريف وليس العكس. نحن عندما نتوحد بنية أننا ندعم القضية الفلسطينية ليس هذا المطلوب. المطلوب هو أن نتوحد ونعمل من أجل القدس إذا أردنا فعلا لشعوبنا الازدهار. اليوم منسوب الأمل في الأمة اللي أحدث سيف القدس، الأمة كانت تعيش نوع من الارتخاء
نوع من الإحباط، نوع من اليأس، أننا لا نقدر على إسرائيل، أننا لا نقدر على الأمريكان، فالأمريكان يعرفون ما يقع في بيوتنا، يعرفون دبيب النمل في أي مكان. اليوم إخواننا في فلسطين المجاهدون قالوا لنا ارفعوا رؤوسكم عالية، فإنكم قادرون على إحباط الأمريكان، قادرون على إحباط أي قوة في العالم. وبالتالي إخواننا المجاهدون في فلسطين جزاهم الله عنا كل خير. نحن كنا نعمل بدون أمل، اليوم أصبحنا نعمل وكلنا أمل في النصر، كلنا أمل بأن هذه الأمة ستعود إلى مكانتها وستعود إلى عزتها بحول الله تعالى وقوته. ولذلك يا إخواني اعملوا من أجل أنفسكم لا من أجل القدس، إنكم إن عملتم للقدس فقد عملتم من أجل أنفسكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير شيخ محمد العكروت. حقا ظلت فلسطين وظلت غزة تبعث الأمل في الأمة كلما نيل منها، ولعل الجميع يذكر كيف أن الذي جرى في مصر 2013 كان محبطا لقطاعات كبيرة في أوساط الأمة، ولكن في السنة التي بعدها رأينا ما رأينا، وبعث الأمل من جديد، بعث من غزة أيضا. فلذلك جزاك الله خير شيخ، قد صدقت فيما قلت. أقدم الآن بروفيسور محمد سعيد الخليفة من السودان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نظر الله أن يكون هذا الملتقى من العمل الصالح الذي يمكث في الأرض ويرفع إلى السماء. وأحييكم جميعا بمقاماتكم السامية، ونظر الله أن يوفقنا وأن نخرج بنتائج ملموسة. الحقيقة تكلم الناس كثيرا، وأنا أحب أقول كلامي في شكل رسائل مختصرة جدا. فالرسالة الأولى والثانية لمن يسعون بالتطبيع، وللعدو أيضا سواء أمريكا أو العدو الصهيوني وقوى الاستكبار. يعني لله الحمد، عندما العدو تمادى في صفقة الغرب فربنا عجل يورن هذا العدو، ومن يتغطى به يعني كما نقول من تغطى بأمريكا فهو يعني عبارة يعني تقال غير لائقة، لكن نقول فهو عريان، يعني إذا تغطى بأمريكا يعني ليس عليه شيء. ولعل منظر الطائرة الأمريكية في كابول بعد سقوط كابول وتعلق العملاء بها، الناس يكون رأوا هذا المنظر، هذا لا يحتاج لكلام أو لزيادة كلام يعني. وجاءت سيف القدس فبينت أن هذا العدو أوهن من بيت العنكبوت، والناس اتبعوا معه. يعني تنطبق عليهم الحقيقة كلام كثير، لكن إذا حاولنا نأصل هذا الموقف، لأنه هذه المعركة مكشوفة، القرآن تكلم عن هذا: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. ولعل يعني وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وكره الله شنو انبعاثهم. فربنا ما دار يدي الناس شرف أن يكونوا من هذا النصر ومن هذا العبور، فهؤلاء يعني خذلوا أنفسهم ولم يخذلوا هذه الأمة. وقد يكون وجود ربنا يعني ما استحبوا، كره عليهم انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدون. طبعوا
المهم أطلعوا من هذه المسيرة المباركة. فأقول لهؤلاء يعني مع العدو إنه هذا الأمر أمر رباني، والله متم نوره ولو كره الكافرون. الرسالة الثالثة نقول للإخوة المجاهدين في غزة وفي القدس وفي فلسطين: يا جماعة هؤلاء الإخوة هم رأس الرمح في هذه المعركة، وربنا برضه شنو حسم المعركة وخلانا لنا معركة مكشوفة. يعني هذا وعد رباني، يعني فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. فهي المسألة يعني بالنسبة لنا نحن من ناحية تأصيلية محسومة، لكن وجود الناس على أرض الواقع الذين يرابطون الآن في القدس وفي المسجد الأقصى، ويرابطون عرب الداخل، ويرابطون في الضفة، ويرابطون في غزة، هؤلاء ربنا اصطفاهم بالرباط وبالجهاد وبالاستشهاد، وأن يكونوا هم حملة ووقود هذه الراية. فهذا يعني اصطفاء كبير، ولولا صمودهم لانتهت القضية. يعني أنا أذكر ولله الحمد ربنا أكرمنا، مشينا غزة عدة مرات. 2008 جينا في العريش وفي رفح، كان في تقريبا 435 وفد من جميع العالم عشان يدخل غزة. كانت طائرات وحركة السفن وحركة الناس تعوج وتموج. 2014 يعني أتينا لرفح، تقريبا كنا نحن الوفد الوحيد، الوفد السوداني ما في غيره يعني، ونحن برضو ما سمحوا لنا إلا بعد يعني شغل كبير مع المصريين حوالي أسبوعين. فأذكر وجدت ذي حوالي 400 فلسطيني في رفح، في 2 حاجات كبار، فقلت أدردش معاهم يعني. فقلت يا حاجة ليش تخرج من غزة والحرب شغالة يعني؟ فقالت لي يا ابني نحن جايين من العمرة ولنا 10 أيام نحاول ندخل لغزة ومانعيننا من الدخول. فقلت لها الله أكبر، يعني إذا أنت يعني قاعدين هنا أسبوعين والحرب شغالة والناس دار يدخلوا، فهذا يعني عنوان إن شاء الله لانتصار الأمة. ويعني كان ربنا هذه المسألة قال بعثنا لهم عبادا لنا ولباس شديد. فكلمة عباد لنا ربنا جمع الناس يعني اللي يشاركوا إن شاء الله في هذا التحرير في القدس أو في غزة أو لفلسطين عامة، فهما اصطفاء من اصطفاء. يعني هذه المسألة الإنسان لو ربنا ما وفقه أن يكون منها حقه يراجع حساباته، لأن هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فالرسالة يعني أنه لهؤلاء الناس الذين ربنا اصطفاهم أن يكونوا في الخطوط الأمامية أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا، لأنهم هم يعني إذا انطفأت هذه الشمعة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. كان يعني هم العصابة الذين هم يقوم عليهم هذا الدين. فنحن نقول هؤلاء الذين هم في الداخل الحين هم هؤلاء العصابة، يعني لولا صمود ووجود ما كان وجودنا هذا عنده أي معنى. فيبقى الرسالة الرابعة لنا نحن ماذا نفعل. أنا أعتقد أنه كلام كثير غيل عن دور هذا الملتقى ودور هذه الوفود، لكن هذا الدور إذا لم يوظف بالطريقة الصحيحة والفعالة ما حيكون عنده يعني آثار كبيرة. فالشيء الذي يلينا نحن يا جماعة شغلنا ده كله هو تكميل لدور الداخل، وربنا اصطفانا لكي يكون عندنا دور في هذه المعركة يختلف من دور الداخل، لكن لا بد أن نديره بطريقة صحيحة وبطريقة فعالة وطريقة يعني تستوعب لغة العصر، وكيف نخذل العدو ويعني خذلوا عننا فإن شنو الحرب خدعة. فكيف نحن نكون يعني على المستوى الوعي، مستوى كبير من الوعي بطبيعة المعركة وإدارة المعركة. افتكر هذا هو التحدي الموجود، وافتكر هذا الملتقى من خلال مراجعته لعمله والنشاط الجم والكبير اللي قام به لا بد انه نشوف اثر هذا النشاط.
والشيء اللي بطمن له الناس انه يا جماعه مهما تغيرت الحكومات، هذه القضيه هي قضيه في الاساس، هي قضيه شعب وقضيه شعبيه وقضيه منظمات وقضيه الناس على المستوى القاعدي. يعني مثلا احنا عندنا في السودان مثلا عندما تغير النظام واللي هو كان داعم اساسي وكبير جدا لمثالة غزه، الناس طوالي يعني كانت في انتفاضه شعبيه لرفض التطبيع، وتكونت هيئة شعبية لرفض التطبيع في مقاوم، وكثير يعني من العمل ما وقف، والاهتمام بالقضية ودفع القضية لم يتوقف. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه طالما انه هنالك واجهات كثيرة وفي كل قطر وفي كل مكان، وحتى يا جماعة الناس الغير في السودان والغير عرب والغير مسلمين. أنا عندي ابني في أمريكا، يعني لما حدثت المعركة في القدس قال لي يعني هناك حتى اللغة في الإعلام الأمريكي اختلفت. زمان كانت تشوف كل منحاز للعدو الصهيوني، لكن أصبحت المقابلات تأخذ وتدي في اتجاه هذه القضية بصورة إيجابية. فيبقى السؤال اللي بيطرح نفسه في مثل هذا المؤتمر بإذن الله نحن كيف نستثمر هذه المسألة وتكون هنالك يعني شغل علمي وأوراق علمية في تجويد الأداء، وأن يكون فعالا ويحافظ على جمر القضية إن شاء الله. فنضع الله التوفيق والسداد، وأكرر يعني دعوتي إن شاء الله الناس تقدم أوراق علمية في المؤتمر القادم في مثل هذه الأشياء، ومزيد من التنظيم ومزيد من الفاعلية، وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا البروفيسور محمد سعيد الخليفة. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يعود السودان عما قريب إلى موقعه وإلى مكانته دعما لقضايا الأمة، وفي قلبها قضية القدس وفلسطين. نسأل الله أن تكون هذه الفترة فترة الكاشفة لهؤلاء العملاء الذين يسوسون السودان في هذه الفترة. من السودان ننتقل إلى موريتانيا مع الأستاذ محمد غلام الحاج الشيخ، الأمين العام للرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الصوت لأنه في صوت هناك في القاعة، ممكن هو الذي يحجز عنكم الصوت. صوت الناس اللي يتكلموا وراء، لأنه في ناس يتكلموا بجنبكم، لأنه في ناس يتكلمون في جنبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لكم مناديب ونقباء الأمة الذين تناديتم لنصرة هذه القضية المقدسة الشريفة، هذه القضية التي لولا الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله ثم جهود أطراف الأرض ونبلاء الأمة الذين قرروا أن لا تسقط هذه الراية وأن لا تتهدم هذه القلاع، فساندوها بما استطاعوا من جهد ومال ونصرة. لولاكم، لولا من تدبوكم، لولا من خلفكم من الشعوب المغلوبة لسقطت لا قدر الله هذه الراية. ولكن كما قال الشاعر: عام الرمادة في الأحشاء ضجته، لم يكنز ذاك فيه التبر والنعم. كان عام الرمادة أرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه الاستغاثة في أرجاء الخلافة الإسلامية، فجاءت العير من مصر ومن الشام ومن غيرها، لذلك قال الشاعر: فأنقذت الخلافة.
عام الرمادة في الأحشاء ضجته، لم يكنز ذاك فيه التبر والنعم. ولولا أن الناس قررت هذه الفئة المؤمنة الصبورة العاقلة المغالبة، قررت أن لا تسقط غزة، وأن لا تسقط القدس، وأن لا تسقط رايات الجهاد في فلسطين، لولا قراركم لكان لا قدر الله مما لا تحمد عقباه شرا فوق شر وويل فوق ويل وهزيمة على الهزائم المتتالية التي تلاحقنا. كان أهل الإرجاف والنفاق يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. كانوا يقولون هذه صواريخ عبثية، وكانوا يقولون ماذا تغني. أذكر أحد المنافقين قال عندما قرأ عن امرأة عجوز تبرعت بجدي هو ما تملكه، قال وماذا تغني هذه عن صواريخ اليهود وعن طائرات اليهود؟ لكن هذا موجود في التاريخ. يذكر أهل التاريخ عندما دخل التتار إلى بغداد لم يكن فيها من مقاومة واستسلمت. كان هنالك رجل من الصالحين مؤذن مسجد صوفي يسمى المؤذن الحجار، كان يجمع الأطفال ويجمع لهم الحجارة ويرمون بها جنود التتار. فكانت السخرية منه من نوعين من الناس: من التتار أنفسهم لم يقتلوه لأنه نظروا إليه كعمل عابث، وكانت أيضا من المنهزمين الذين كانوا يقفون في الطوابير انتظارا للجندي الذي أوصاهم أن لا يتحركوا حتى يعود لذبحهم لأنه تعب من الذبح. ثم التحق ابن تيمية رحمه الله من كبار العلماء والمجاهدين والقادة، وهضمت الأمة الإسلامية من بعد التتار وحولت ذراريهم اليوم إلى دعاة محافظين على الإسلام يعتبرونه جزءا من قيمهم. فهذا العبث الذي يراه البعض عبثا، صواريخ عبث، هي بدايات الأمة وهي انتصار الأمة وهي القائدة والعائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام الماضية أنا كتبت تدوينة في الفيس عن 60 ظفرا، 6 مجاهدين أبطال كل واحد منهم ب10 أظفار، 10 6 مرات معناها 60 ظفر، صنعت من المجد ما لم تستطعه 60 من الجنرالات الذين يحملون من النجوم والنياشين والأوسمة الكاذبة الخاطئة، لم يستطيعوا حفر شبر من الأرض تحت أقدام العدو ولا إزعاج دويلة الكيان الصهيوني. هذا يؤكد أن نحن ما يفيدنا لا القرارات تمحو داء أمتنا ولا التجافي ولا شعر نظمناه، لكنها روح إيمان إذا انبجست عيونها أكسبتنا ما خسرناه. هو الجهاد يغني لحن عزتنا على صليل سيوف المجد غناه. هو الجهاد، هي المقاومة، هو بذل الوسع. الجهاد لغة هو بذل الوسع، فأن يبذل هؤلاء بأظافرهم وسعهم لكي يزعجوا ويدمروا هيبة الكيان الصهيوني الأمنية، لكي يشوشوا راداراته ويخترقوا كاميراته ويزعجوا مخابراته، لكي تتحطم الصخرة من جديد بأظافر. والله هذه أظافر ممكن نكتب فيها قصة، لو وجدت تكتب فيها قصة
لو وجدت أديبا. يا جماعة ما هو بالبنادق ولا، يعني أنا لما شفت هذا الكيان الصهيوني المجرم، يعني السيارات واللواحات والأصوات والدنيا كلها تتجمع، ليش؟ قنبلة انفجرت، صاروخ، شنو؟ لا أبدا، هذه أظافر صنعت المستحيل. يعني أن الأمة بالإصرار تستطيع أن تفعل المستحيل. هذا المستحيل شفناه في هذه الصواريخ المباركة لسيف القدس لأول مرة منذ سقوط الخلافة الإسلامية. اسمحوا لي مشايخي وأنا مهتم بالتاريخ، لأول مرة قائد إسلامي ينذر توقفوا وإلا ضربتكم. كانت على بركات الله تغدو وتبحر على لسان أبي عبيدة حفظه الله. إذا تقدمتم إلى الأقصى الساعة السادسة وتجي الساعة السادسة فيمطرهم على بركات الله بالصواريخ. هذه من زمان ما سمعناها، إنذار إسلامي للعدو وينفذ. هذا الذي صنعه هو أنه نحن لا يعنينا واي ريفر ولا واي بلانتيشن ولا أي من الواوات اللي هي حروف عمر لا فائدة فيها. يعني هذه الثلة من المؤمنين التي قررت أن تجاهد، وتلك العصابة حول الأرض التي قررت أن تساندها. بهذا الثنائي صنعت هذه الأمجاد التي رأيناها رأي العين، وجعلت أوروبا تقول يجب أن نفاوض حماس مباشرة أو غير مباشرة، وجعلت جبناء العرب يتصلون بحماس، وسعلت الصين تتصل بحماس. هذا شغلة الرصاص وشغلة القوة، ولذلك الأمة لا بد أن تضاعف من جهدها. العداء في آخر المطاف، آخر الخطوات، يبذل جهدا مضاعفا كي لا يلحق به من خلفه. وأعتقد جازما أننا في آخر الشوط بإذن الله تعالى مع الصهاينة. أنا تشرفت بأن كنت أسيرا عند اليهود، ودخلت سجن بئر السبع، ورأيت عن قرب ما تحدث عنه القرآن. ودائما الناس يؤمنون بالأمر غيبا، ولكن عندما يرونه واقعا على الأرض قال بلى، ولا قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا كنت أسمع القرآن يقول عن اليهود لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ولكن أقسم لكم بالله في معلومة قالها أحد الإخوة هنا رأيتها رأي العين. وضعونا نحن 4 في زنزانة، وكان اليهودي الجندي الذي يأتي بالغذاء والدواء لمن هو مريض لا يستطيع، مرتجف، لا يستطيع أن يدخل علينا الباب. يفتح ولكن ماسك ويسد، يخاف أن يدخل على هؤلاء الناس العزل الذين تم تفتيشهم 1000 مرة، يخاف منهم وهو مسلح، ومن خلفه 2 يحرسانه. هؤلاء الناس لا يستطيعون إدارة معركة معنا، نحن الذين نهزمهم عندما تتوفر الإرادة، حتى بأظافرنا 60 ظفر. إيش رأيكم لو سقط الجدار وأتيح لشعب مصر العظيم أضربوا 100 مليون ف20 وشوفوا لي كم من ظفر. مصر بأظافرها، أظافر أقدام شعبها العظيم، تستطيع أن تأكل بني الصهيون. يعني خلونا نعملها معركة الأظافر، وننظم فيها شعرا، ونجيش لها أمما، ونحرك لها أساطيل، ونقول لا خلاص لا يستحقون بنادقنا بل تكفيهم الأظافر. شكرا لكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيت خيرا أستاذ غلام. ما دمت قد تطرقت إلى الأسر والأسرى والاعتقال، دعوني أقدم الآن الأستاذ حسام بدران، أحد الذين قضوا 14 عاما في السجون الإسرائيلية. حرر في صفقة الأحرار. أريد أن أقدمه، وأيضا هناك عرض موجز، فليتفضل أستاذ حسام إلى المنصة. لأنك حر، كن مع حريتهم. أيها رجال الوطن أبطال الزنزان، نحن اللي جوا السجن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. مللتم وأنا أعد هذه الأرقام. الأخ الأسير نائل البرغوثي الآن أمضى في السجن 40 عاماً. لعل بعضكم مل من سماع الأرقام، وأخي الحبيب أبو النور لم يمل من 40 سنة متواصلة في سجون الاحتلال. مل القيد وما مل أبو النور، تعبت القضبان وما تعب أبو النور، تبدلت السنوات والأعمار والأجيال وما بدل أبو النور ولا غير عن مبادئه.
وأبو النور نموذج ومثله آخرون، لكنه عميد الأسرى الفلسطينيين. قضية الأسرى يا كرام قضية وطنية سياسية إنسانية بامتياز، والحديث عن الأسرى حديث طويل له تفاصيل وتفاصيل. فأسرانا في سجون الاحتلال هم أعلام لا أرقام، لكل واحد منهم حكاية، ولكل أسير قصة وله رواية تختلف تماماً عن غيره، يجمعهم السجن والمحنة والمعاناة نعم، لكن لكل واحد قصة تستحق أن تكون رواية وربما حتى فيلم سينمائي. بعض الأسرى دخل السجن وهو خاطب، خطوبة فقط يعني، وأعرف أحدهم اسمه أحمد، لن أذكر اسمه كاملا. الآن هو 20 سنة في السجن وخطيبته تنتظره، ومحكوم 35 مؤبد. 35 تضرب في 100، يعني بتحكي عن 350 سنة. أما المتزوجون فكثر، بعضهم دخل السجن وامرأته حامل، فجاءه ابنه للزيارة بعد 20 عاماً. رأيت قصة بأم عيني في سجن عسقلان. أحد الإخوة كان محكوم مؤبد وأمضى بالسجن يعني مش كثير، حوالي 25 سنة، ثم أكرمه الله بالإفراج معنا. بعد 20 عاما من سجنه، وكان عنده طفل صغير وطفل في بطن أمه، كبر الأولاد ودخلوا في المقاومة، وكان اللقاء المباشر الأول بينهما حين جاءوا إلى السجن معتقلين محكومين 20 عام. أنا أحاول أن أتذكر بعض القصص. قصص المرضى طبعا حدث ولا حرج. أذكر أنني سألت الشهيد إن شاء الله اللي هو عمر البرغوثي أبو عاصف، أحد يعني عمالقة المقاومة الفلسطينية، أيقونة، وهو أخونا البرغوثي الذي حدثتكم عنه، وكان في الأسر في بداية الثمانينات محكومين مؤبد. صارت صفقة تبادل في حين في 85، فكان الخيار أحدهما. فأبو النور هذا صاحب 40 عاما وليس 40 رقما طلب من أخوه أبو عاصف أنه يروح مكانه لأنه كان متزوج. ثم أبو عاصف بعد ذلك قضى 25 عام. سألته يا أبو عاصف ما أصعب من السجن؟ قال أن تكون سجينا أو أسيرا وأنت مريض، ذلك أمر آخر، معاناة فوق المعاناة وسجن فوق السجن. ومع ذلك أنا أحب حين أتحدث عن الأسرى أن أقول هناك جانبين متقابلين. هناك جوانب القهر وهي كثيرة جدا، وهناك جوانب الفخر وهي كثيرة جدا. نحن لسنا حالة يشفق علينا حتى وإن بكى فلان علينا. نحن لسنا حالة استضعاف رغم كل ما فيه السجن من معاناة. نحن معتقلون وأسرى من أجل قضية هي من أشرف القضايا. سئلت في الأيام الأولى حين خرجت من السجن هل ندمت؟ وهل يندم المرء على عمله مع الله تبارك وتعالى؟ هل يندم المرء حين أكرمه الله بأن يكون على أرض فلسطين، وأكرمه الله أن يقاوم هؤلاء المحتلين، وأكرمه الله بأن يدفع سنوات قليلة من حياته في سجون الاحتلال، ثم أكرمه الله بالإفراج؟ أبعد هذا يكون ندم؟ رغم كل التعب ورغم كل القهر. ثم في السجن يا كرام قيمة الأشياء تختلف.
الأسماء ذاتها والقيمة مختلفة. أنا أشبهها من باب تقريب الصورة، وإن كانت الصورة كمان بعيدة. كيف يقال أن في الجنة الأسماء غير في الدنيا؟ السجن الأسماء نفسها، لكن لورا شوي طبعا، الجنة لفوق هذه لتحت. بمعنى النوم في السجن ليس كالنوم في خارجه، الضحك في السجن لا يشبه الضحك في خارجه، الحزن في السجن لا يشبه حزنه في الدنيا، القهر في السجن ليس له مثيل. كل المعاناة وكل الابتلاء في الدنيا، كل ابتلاءات الدنيا تخبو مع الوقت. يعني حتى الوفاة أقرب المقربين سنة مع سنة يضمحل أثرها، إلا السجن كلما امتدت السنوات كلما صارت المعاناة أعمق وأكثر أثراً. وهي ليست مختصة فقط في الأسير، إنما بأهله وعائلته. أنا أعرف بعض إخواني بالسجن لا يزور أحد. السجن عندنا الاحتلال ممنوع يزورك إلا القرابة الأولى فوق أو تحت، فهو في البداية يزور أمه وأبوه، لكن بعد 20 سنة يموت الأم وتموت والأب، ثم يموت الإخوة أحياناً، أو ليس له إخوة فيتوقف عن الزيارة. ربما يمر عليه 10 سنوات بدون زيارة، هو فقط وحده. ومع ذلك الناس تصبر لأن القضية تستحق. هذه فلسطين يا كرام، هذه القدس، هذا الأقصى مسرى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس لنا كفلسطينيين. إحنا لما ندفع الدم والثمن والسجن ترى إحنا يمكن محظوظين حقيقة، لأن غيرنا محروم حتى من هذه النعمة، حتى لو فيها دم وحتى لو فيها سنوات طويلة من عمرنا في سجون الاحتلال. السجن بيعلمنا حاجة مهمة يا أخواننا، وهذه القصة الأخيرة أحدها، إنه لا مكان لليأس أمام أصحاب الدعوات، ولا مكان للحديث عن قلة الإمكانيات. الذي يحدث في السجن هروب إخواننا الأحبابنا الست في الأيام الأخيرة، وبعضهم أصدقائي وأعرفهم جيداً، هذا ليس حفر بإمكانيات قليلة، هذا حفر بصفر إمكانيات، صفر إمكانيات و100% معنويات وتوكل على الله تبارك وتعالى. لأنه بدون التوكل وبدون التوفيق أنا بقول لكم ما بتنجح مثل هذه العمليات. لذلك لمن ييأس في أمتنا إذا أصابه شيء على مستوى الفردي أو على مستوى الجماعة أو الحزب أو المجموعة التي ينتمي إليها، أو حدث الاستبداد الذي موجود في هذا البلد أو ذاك، أو هذه الانتكاسة الداخلية أو الخارجية، ثم تيأس، قارن صاحب 40 عاماً أو هؤلاء الذين حفروا هذا النفق كما قال حبيبنا بأظافرهم عملياً. طبعاً أنتم شفتوا الرسمة معلقة من حديد، طبعاً بالسجن ما في معلقة حديد، هذا الرسمة سيبك منها. يعني بالسجن لا يوجد معلقة حديد أصلاً، المعلقة عندنا بلاستيك. كيف حفروا؟ تلك قصة يعني أخرى تستحق كلاماً آخر مختلف. اليوم أسرانا في سجون الاحتلال يخوضون معركة أخرى، وبالمناسبة الفئة الوحيدة في ظني وتقديري التي تقاوم 24 ساعة 365 يوم في السنة هم الأسرى. وهو نايم وهو صاحي وبيأكل بيشرب، كل تفاصيل حياته هي مقاومة وهي ثبات وهي جهاد. حيرت السجان قبل أن تحير الآخرين. هذا الصمود صدقوني يا أخوانا كنا نرى الإحباط واليأس في عيون السجانين وليس في عيوننا. كيف تصبرون كل هذه السنوات؟ ما الذي يدفعكم لهذا التحمل ونحن نضحك؟ لأن في قلوبنا إيمان لا يتزعزع، لأن عندنا شيء لا يعرفه ولا يسمع به ولا يشعر به على الإطلاق. إحنا خلال الأيام القادمة يا إخواننا هناك إضراب عن الطعام سيكون في سجون الاحتلال، سيبدأ بحوالي 2000 من الأسرى سيدخلون إضراب مفتوح عن الطعام لرد الهجمة الأخيرة. طبعا يا إخواننا الإضراب عن الطعام حقيقي، يعني الناس بتضرب؟ نعم يا إخواننا، لا نأكل شيئا 10 أيام و20 و30 يوم، فقط الماء وقليلا من الملح سابقا، لأن الملح أصبح يصادر الآن، ففقط الماء. أو يتحمل الإنسان اللي بتحمل 40 سنة في السجن يا إخواننا بتحمل 30 يوم إضراب عن الطعام وأكثر من ذلك. الإنسان طاقة جبارة إذا استخرج ما لديه من إمكانيات بعد التوكل على الله وبعد وضوح الرؤية والاستعداد للتضحية والعمل الجماعي، هذه كل عوامل للنجاح. فإحنا في الأيام القادمة بدنا متابعة من الجميع لهذا الإضراب، لأنه إضراب يعني مصيري ومهم. وأنا لن أطيل عليكم. بعد ذلك ما هو المطلوب؟ دائما هذا السؤال، طب شو نعمل لفلسطين؟ طب شو نعمل للأسرى؟
أنا إجابتي دائما واضحة. المطلوب منك كما قال كمان أخونا هو بذل أقصى الوسع، وما يسع فلان يختلف عن ما يسع فلان، والعمل الجماعي غير العمل الفردي، ومن يعيش على أطراف فلسطين غير الذي يعيش في أقاصي الأرض. تحرير الأسرى هو المطلوب أولا. مطلوب منا إحنا في حماس، طبعا أنا عضو مكتب سياسي، مطلوب منا إحنا نحرر الأسرى صحيح، ونحن نعمل ذلك ليل نهار، لكن هذا لا يعفيك من المسؤولية. مطلوب منك تحرر الأسرى. السؤال كيف؟ طبعا على طول سؤالك بيكون كيف؟ وأنا عايش في موريتانيا وأنا عايش في الجزائر، كيف تحرر الأسرى؟ أتذكرون سيدنا عمر رضي الله عنه حين كان يدعو اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك في بلد نبيك، وهو الذي يحكم يعني مساحة كبيرة من الأرض؟ كان الدعاء غريبا، ومع ذلك تحقق. لعل شخصا هنا أو هناك في أقاصي الأرض يشير علينا، لعل أحدا يعيش في مكان لا نعرفه يقترح علينا. المهم أن تكون القضية عندك حاضرة، بعد ذلك الله يوفق إن شاء الله تعالى. طب ما دون ذلك طبعا الدعاء يا أخوانا، والبعض يستهين بالدعاء، أنا أعرف ذلك. أنا أقول من تجربتي الشخصية في السجن، والله كنت أستشعر في أصعب اللحظات إنه في دعوات ولا ما في دعوات، ليس من أمي فقط رحمها الله، حتى من المسلمين الذين لا يعرفوننا، في حد عن جد بيدعي من قلبه ولا ما في، كنا نشعر بها. كيف؟ هذا عمل الله عز وجل، هذا مش شغلي ولا شغلك، دون أن نعرف من الذي يدعو لنا ولا في أي بلد موجود ولا الآن عنده ليل ولا نهار ولا أي صلاة، لا نعرف، لكن كنا نستشعرها في قلوبنا. المهم يا أخوانا مطلوب كل الجهد. عند اليهود الكفرة، عند اليهود موضوع تحرير الأسرى بالنسبة لهم، أسراهم يعني، بقولوا هيك في الفتوى الشرعية عند اليهود: حيفيم لشحرير إتها شفوييم شيلانو أفيلو لمخور إتها تورا. هاي بالعبرية جبت لكم يعني. يجب أن نحرر أسرانا حتى لو اضطررنا أن نبيع أوراق التوراة. هيك الفتوى عندهم الشرعية، بتبيع كل حاجة مقابل تروح وتفرج عن الأسرى الصهاينة. نحن كمسلمين طبعا يا إخوانا أولى بهم وأولى بالدفاع عن أسرانا وتحريرهم. طبعا نصرتهم إعلاميا مطلوب يا إخوانا، نصرتهم ماديا مطلوب، نصرتهم قانونيا وقضائيا مطلوب. ابذل ما في وسعك، ولا تدري الله عز وجل أين يضع البركة لتحرير أسرانا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يعني الفرج قريب لأسرانا أولا، ولكل أسرى المسلمين يعني في سجون الظلمة، وأن نرى فلسطين إن شاء الله محررة عزيزة. إحنا ترى مطمئنين تماما إلى التحرير، ليس إلى تحرير الأسرى فقط، إلى تحرير فلسطين، كل فلسطين من بحرها إلى نهرها. المهم أنه نكون إحنا لنا جزء ويد في هذا التحرير. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير وبارك الله فيك أستاذ. إن شاء الله سنحررهم، هم الذين يحرروننا الآن بصمودهم وبطولتهم وعدم استسلامهم للعدو حقيقة، ولكن إن شاء الله سيتحررون. أريد أن أذهب بكم شرقا إلى شرق إفريقيا ومع الدكتور محمد طاهر روبلا من جيبوتي. تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر جميع الإخوة المنظمين لهذا الحفل والإخوة المشاركون كل باسمه وصفته. الكلمات التي قيلت حاولت أن أجعل لها عنوانا موحدا، فظهر لي عنوان: لماذا هذه الجهود الفردية اليوم تجتمع هنا لمناقشة قضية كبرى تعم جميع المسلمين؟
هل بات هذا اللفيف من الناس هم الوحيدون الذين عليهم هذه المسؤولية؟ فجاء لي جواب، لأن أجدادنا تركوا فراغات استراتيجية حتى كان لنا هذا اليوم. جاء مستعمرون قبل 400 سنة أو 500 سنة منذ الاستعمار البرتغالي في القرن الخامس عشر إلى جميع بلاد المسلمين ما عدا مناطق بسيطة. هؤلاء جاءوا على ظهر سفن يحملون من الأسلحة العدد القليل، لكنهم كانوا منظمين، كان لديهم رؤية، كان لديهم هدف، كانوا يعرفون ماذا يريدون. وحتى لا يدفع أحفادنا والأجيال اللاحقة، حري بنا أن نفني أعمارنا حتى نترك إرثا أفضل مما تركه لنا الأجداد. هذه لأن اليوم أكثر من 57 دولة إسلامية، كان الحديث اليوم أكثرها أن جزءا كبيرا منها متحالف استراتيجيا مع الكيان الصهيوني الذي نناضل ونقاوم ونواجهه، بمعنى أننا نقاوم جزءا من أعضائنا. هذه واحدة. الأمر الثاني، المنطقة التي أتناول الحديث عنها وهي شرق إفريقيا ربما من المناطق التي لم تنل حظها من الاهتمام والمعرفة. ولعلكم تعلمون أن هذه المنطقة هي المنطقة التي آوت الإسلام والمسلمين، والإسلام لم يخرج عن الجزيرة العربية. ولربما هي المناطق النادرة أو القليلة التي صلى أهلها إلى القدس والأقصى أكثر من 9 أعوام أو من 9 سنوات. صلوا إلى الأقصى قبل تحويل القبلة. كان لها اسم، لكن الاستعمار غير هذه الأسماء وحولها إلى أسماء مخترعة. كانت تسمى كل الضفة الجنوبية للبحر الأحمر منطقة الحبشة. فالحبشة لم تكن دولة، وإنما كان منطقة جغرافية استراتيجية تلاحمت مع الإسلام مبكرا. لأهميتها يقبع في جيبوتي هذا البلد الصغير مساحته لا تتعدى عن 23,000 كيلومتر، وعدد سكانه أقل من 1,000,000 نسمة. ومع ذلك توجد اليوم 9 قواعد عسكرية غربية وشرقية. ولأول مرة في التاريخ يكون للصين واليابان قواعد عسكرية خارج حدودها. توجد أحدث قاعدة وهي قاعدة صينية يوجد فيها أكثر من 20,000 جندي، وهذه في المرحلة الأولى، لكن سيصل أعداد الجنود لاحقا إلى 60,000 جندي. واليابان التي ليس لها جيوش في خارج حدودها توجد لها قاعدة عسكرية في جيبوتي. لماذا؟ هذه المنطقة الفقيرة لماذا توجد فيها هذه الأعداد؟ لأنها إحدى بوابات التحكم الاستراتيجي للمعابر الدولية. أكثر من 25% من التجارة الدولية تمر في هذه المنطقة، ويمر سنويا أكثر من 8 تريليون دولار. وربما مفكرون وكتابنا إذا سئلوا لا يعرفون عن الكثير. هذا
الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا أقول دائما نقمة أفريقيا تكمن في نعمها. الثروات الموجودة في هذه المنطقة هي التي جلبت الاستعمار سابقا، وهي التي تجلب الجيوش اليوم وربما غدا، إذا لم يكن لنا دور تاريخي وليس لنا رسالة في هذه المنطقة. يذهب كثير من المحللين الاستراتيجيين الغربيين ومن ضمنهم كاتب فرنسي إلى أبعد الحدود محايد أو قريب للروح الإسلامية رغم أنه ليس مسلم، اسمه فرانسوا بورغا، يقول إن 40% من الميزانية القومية لفرنسا تأتي من إفريقيا، ولو قطعت إفريقيا مساعداتها عن فرنسا سنعبر البحر بقوارب الموت نحو الجنوب بدل أن يأتي الأفارقة على قوارب نجاد نحو الشمال، لأن هذه ثروات تنهب. أخبرني أحد موظفي هيئات الأمم المتحدة في أفريقيا في دولة كونغو الديمقراطية حاليا وعاصمتها كينشاسا وزئير سابقا، لما يكتشف الفرنسيون أن بقعة ما توجد فيها معدن نفيس يصلحون مجموعة من القبائل ترتكب جرائم ضد قبيلة أخرى أو مجموعة أخرى، ثم يصلحون المجموعة الأخرى لتنتقم منهم. ولضعف بنية الدولة الأمنية يقترح الفرنسيون أنهم يخيموا معسكرا في هذه المنطقة للحيلولة بين المنطقتين أو بين القبيلتين أو بين الإثنيتين، ثم يستخرجون هذه المعادن وهي تعبر إلى المطار، توقف حركة المرور لتمر هذه المعادن نحو المطار إلى فرنسا. وهذه الشعوب تعيش الفقر والحروب. منذ أن جاء الاستعمار منطقة شرق إفريقيا لم يمر عليها 5 سنوات لا تشهد حروب عميقة، سواء بين دولها أو بين الدولة ذاتها أو بين الإثنيات في داخل هذه الدولة. فهذه المنطقة حالت حظها من الحروب الشيء الكثير، لأنها وجدت فريسة من هذه القوى الاستعمارية. الأمر الثالث، ماذا قمنا منذ أن كان لنا دور بالاتصال أو الالتحام بالقضية الفلسطينية؟ كل مسلم متدينا إسلاميا صوفيا أي كان ارتباطه بالقدس ارتباط عقيدة، هذا يجتمع فيه الناس، لكن العمل هو الذي يفرق بين الناس، وخاصة العمل المنظم المؤطر الذي تترتب منه نتائج على المدى البعيد. كان لنا أول عمل منظم في أول حملة إسرائيلية ضد غزة عامي 2008-2009. نظمنا مظاهرات، جمعنا تبرعات، أوصلناها إلى غزة، ثم واصلت هذه الأنشطة. والجمعية الأقصى التي أسسناها ما زالت موجودة مرخصة، لكنها لا تستطيع أن تجمع تبرعات لأنه لا يسمح لنا أن نجمع التبرعات. لكن من يريد أن يعمل شيئا لا يعدم وسيلة لفعل ما يريد، ولذلك نحن مواصلون وشكلنا اللجان. هناك مسؤول عن قدس ونائبه، وهناك مسؤولة عن الائتلاف المرأة العالمية
ونائبتها، هناك مسؤول مالي، هناك هيكل يعمل. شاركوا في كل منصات وفي كل الأنشطة منذ 2014 إلى اليوم. العمل يتساعد، وأخيرا كان لهم تأسيس مشروع الرواد في كينيا الذي شاركوا فيه كثير من دول الشرق إفريقيا. والإخوة والأخوات وضعوا خطة حددوا فيها ملامح المرحلة القادمة أو الأربع سنوات القادمة. من ضمن هذه الخطة تعزيز الجانب الشرعي وتوعية الناس أن هذه القضية ليس صراع على الحدود، وإنما هناك صراع على المبادئ والأحقية التاريخية والأحقية الواقعية لهذه القضية، وكذلك الوصول إلى الطبقات التي لم نصل إليها من قبل، مثل المثقفين ورجال الأعمال والسياسيين، والذين يقل فهمهم لهذه القضية نتيجة اهتماماتهم أخرى. ولذلك ربما بعد هذه الفترة إن شاء الله الخطة التي طلعنا عليها، وأنا لا أستطيع هنا أن أقرأ لضيق الوقت، بعد تطبيق هذه الخطة نأمل إن شاء الله أن تكون الفاعلية والمشاركة الشعبية أكثر. وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة في الإدارة يقولون أنه الوقت لم يبقى فيه الكثير، ولكن لدينا كلمات لابد أن تقال. لذلك أرجو على الإخوة الذين سيصعدون إلى المنصة أن يوجزوا بقدر الإمكان ويلخصوا أفكارهم بقدر ما يستطيعون حتى لا نرفع صوت الاختصار. يتقدم الأستاذ حمود كبور من الجزائر متحدثا في هذه الفقرة مراعيا الوقت. بدون ما توصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. من أجمل ما قرأت كلمة للشيخ شمس الدين أبو عبد الله المقدسي يصف مدينة القدس، يقول: مدينة القدس أجمل المدن قاطبة لأنها مهبط الوحي، لأنها مهبط الوحي ومدينة الأنبياء ومجتمع الدنيا والآخرة. هذه المدينة نتعلق بها ونعمل لها ونجاهد في سبيل تحريرها إن شاء الله تعالى. أيها الأفاضل، لا يختلف اثنان على أن ما يقع في العالم اليوم من مكر واضطراب ومحن وفتن إنما يقف وراءه هذا الكيان الغاصب، هذا الكيان الذي لا يمكن أن نتعايش معه أو أن نتقاسم معه الأرض أو المقدسات، وإنما يكون العمل على رفضه وطرده. لذلك أيها الإخوة، المطلوب حتى أن نكون عمليين، لأن الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين قبل معركة سيف القدس المفروض يكون غير الائتلاف العالمي بعد معركة سيف القدس. نحن الآن في لحظة تاريخية فاصلة وفي تحول استراتيجي كبير. ولذلك أنا لما جيت للمؤتمر يقول لي ابني أبو حبيب، اسمع هذه، يقول لي ابني: راح تشارك في المؤتمر ائتلاف نصر القدس؟ قلت له نعم. قال: ايه البرنامج؟ فقلت له فيه كذا، فيه ورشات كذا كذا. قال لي: أنتم تهملون ورشة مهمة وأنتم تتحدثون عن القدس. قلت له: ايه هذه الورشة؟ نورنا يا أستاذ. قال: اقترح على الإدارة أنهم يديروا ورشة عنوانها دور الائتلاف بعد تحرير فلسطين. ايه دوره؟ هل تحل الائتلاف؟ يحل الائتلاف هذا ويرجع كل واحد إلى بيته مشكورين مأجورين، أم له أدوار أخرى يقوم بها بعد تحرير فلسطين إن شاء الله تعالى؟ نحن نتحدث عن تحرير فلسطين، فينبغي أن تكون هذه الروح التي نحملها على أن التحرير واقع
بعد أيام يراه غيرنا بعيد ونراه قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. أنا جئتكم من الجزائر أحمل لكم تحيات إخوانكم من الجزائر، وأنا أقول لكم الجزائر لا زالت وستبقى وستظل على موقفها الثابت المستقر المستمر في دعم نضال الشعب الفلسطيني وفي الانحياز للحق الفلسطيني. مهما حاولوا ستبقى الجزائر قلعة، لأن هذه وصية الشهداء ووصية المجاهدين. لن يكتمل تحرير فلسطين، تحرير الجزائر، حتى تتحرر فلسطين بحول الله تبارك وتعالى. لذلك الآن الجزائر تتعرض إلى ضغوطات كبيرة وإلى محن، وقد عشتم معنا بقلوبكم وبمشاعركم ما وقع الجزائر في الأيام الأخيرة من محاولات لزعزعة استقرارها ومحاولة إخضاعها وإركاعها حتى تصرف النظر عن موضوع فلسطين. المعركة كلها في فلسطين، أما الباقي كله هوامش. قلب المعركة هي القدس وهي المسجد الأقصى المبارك. ولذلك المطلوب الائتلاف أن يلتقط هذه اللحظة المباركة التي ساقها معركة سيف القدس، وأن نحول برامجنا وخططنا ومشاريعنا ومناشطنا إلى باختصار مشروع التحرير، وأن نعمل على تجميع كل طاقات الأمة على اختلاف مللها ونحلها وألوانها وأشكالها وألسنتها إلى أن تنخرط في هذا المشروع الذي هو قاب قوسين أو أدنى بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الذي ينبغي أن نشتغل عليه، وهذا الذي ينبغي أن ندفع نحوه بإذن الله تبارك وتعالى. والأمة الآن فيها استعداد وفيها جاهزية، وأن نعمل على تعظيم شأن القدس في قلوب الأمة من خلال الخطاب الديني والخطاب المسجدي. هذه أمة تقاد بلا إله إلا الله، هذه الأمة تقاد بالعلماء وتقاد بالأئمة وتقاد بالدعاة. فعلى أئمتنا ودعاتنا والشيخ يوسف أن يقوموا بهذا الدور في حشد الأمة نحو تحرير بيت القدس بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. جزيت خيرا أستاذ حمود. فالجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة كما عرفنا. الآن مع الأستاذ تيجان فال من السنغال، وللسنغال قصة مع فلسطين أيضا. تفضل أستاذ تيجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي كلمات قصيرة بإذن الله يسعدنا أن نلقيها أمام هذا الجمع العظيم، أمام هذه الوجوه النيرة التي وقفت وستظل واقفة إلى جانب هذه القضية العادلة، قضية الأمة. في بداية حديثي أود أن أنقل إليكم تحيات أمير جماعة عباد الرحمن الدكتور عبد الله لام، وتحيات التحالف الوطني لدعم فلسطين، لنصرة فلسطين، وتحيات الشعب السنغالي برمته الذي وقف دائما مع هذه القضية منذ الأجداد. طبعا يتم هذا إيمانا بأن الأقصى أمانة في أعناقنا نحن الشعب السنغالي، ولن نفرط في قضيتنا. قد لا نملك المال
ولكننا نملك الإيمان، وبالإيمان وحده نواجه هذا الكيان الصهيوني ونتغلب عليه إن شاء الله، رغم محاولاته عن طريق الإغراء أحيانا وعن طريق الإرهاب والترهيب، عن طريق تقديم الخراف للمستضعفين والضعفاء النفوس. هذا ما يقوم به السفير الإسرائيلي في بلادنا بمناسبة عيد الأضحى، يقدم أضاحٍ للمسلمين وهو يضحي بإخوتنا الفلسطينيين في الأرض. طبعا أعداؤنا لن ينام لهم جفن من أجل تدميرنا، من أجل الاستخفاف بنا، من أجل طردنا من ديارنا، فأنى لنا أن ننام نحن ملء جفوننا؟ إن القضية قضية جلل، وينبغي أن نقف يدا واحدة كما فعلنا في هذا الائتلاف من أجل أن نطرد هذا العدو من بلادنا ومن ديارنا ونحرر الأقصى جميعا. بعض الإشارات أنهي بها، على رأسها التوعية بالبعد الإيماني يعتبر شيئا أساسا لمن يريد أن يقدم خدمة لهذه القضية. البعد الإيماني مهم، التوعية تجاه هذا البعد الإيماني، وهذا الوعي هو الذي دفع شيخ المريدية إلى إخراج الوفد الإسرائيلي ضمن الوفد المتوجه إلى مقلتوبة، مناسبة سنوية. إنما علم بأن السفير الإسرائيلي ضمن الوفد الحكومي والسفارات قال لا، لن يكون ضمن الوفد، فأنزل من الحافلة التي كان فيها. طبعا هذا نابع عن هذا البعد الإيماني. والشيء الثاني أن حرب التحرير على الأبواب يا جماعة، كما تبين من خلال الكلمات التي سبقتني، ولا بد من الإعداد له مبكرا بكل الوسائل الممكنة. وهذه الحرب أعتقد أنها لن تطول، لأن السند الأساس للصهاينة قد أخذ في الانهيار والسقوط وتراجع، وإن شاء الله سيندثر هذا السند. أخيراً التحية لأبطالنا البواسل الذين يواجهون العدو يومياً وهم صامدون. اعلموا أن المطبعين أنظمة يا جماعة، وهذه الأنظمة لا سند لها شعبياً، إذن مواقفها لن تثني الأمة عن المضي قدماً في سبيل التحرير. ومن المضحكات أننا أيام تنظيمنا في تاريخ 21 من شهر مايو الماضي لحشد جماهيري عظيم. طبعا هذا الحشد كان لم أره في حياتي أنا، شارك فيه الكل، كل قطاعات الشعب. كان من بين أهدافنا حينما كنا نخطط لهذا الحشد قلنا أن يتراجع الرئيس عن موقفه الذي تبناه مؤخرا، كان هذا هدفا، فهو ساوى بين المحتل والمقاوم. فقلنا هذا الموقف ينبغي أن من الذي اقترح أو وضع هذا الهدف؟ هو الشعب السنغالي بكل أطيافه. إذن الشعوب أقوى من الأنظمة، هذا ما أردت باختصار أن أقوله. ونسأل الله أن نجتمع في معركة التحرير ونحرر الأقصى وفلسطين وكامل الأرض الإسلامية إن شاء الله في المستقبل القريب. أقول قولي هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيك وجزاك الله خير أستاذ جان فال على هذه الكلمات الطيبة. تظل الشعوب الإسلامية تدافع
عن الحق الإسلامي وعن حق القضية الفلسطينية حتى التحرير الكامل. نعم. أستاذ محمود موسى من لبنان يحدثنا في الدقائق التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الكرام، الحضور الكريم، شيخنا الشيخ أحمد العمري نائب أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان، السلام عليكم ورحمة الله. لبنان رغم ظروفه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، قضية القدس وفلسطين حاضرة كأولوية في برامجه وأعماله، وآخرها رفض لاعب لبناني من صيدا مبارزة لاعب صهيوني هو ومدربه. للعلم قضية فلسطين حاضرة بالضغوطات الدولية على لبنان، ولأن لبنان منهار اقتصاديا يحتاج إلى حلول، ونحن في لبنان ما عندنا مناجم وما عندنا ثروات، وإن كان عندنا ثروة من الغاز فغير مسموح استخراجها. فالحل المطروح هو توطين الفلسطيني في لبنان فيأخذون بدلات على ذلك، والحل المطروح هو ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين حتى يستولي الصهيوني على غاز لبنان. والحل المطروح الثالث هو خطوات باتجاه التطبيع، وبإذن الله وبغض النظر عن الأسباب اللبنانية من نسيج طائفي وغيرها لن نقدم على أي من هذه الخطوات. وبالتالي هو لبنان صامد مواجه للمشروع الصهيوني، رغم أزمته الاقتصادية لم يقدم أي خطوة من هذه الخطوات. لبنان في معركة سيف القدس وبعدها، رغم حجم لبنان الصغير، أقمنا 35 فعالية، من وقفة إلى محاضرة إلى لقاء، وختمناها ب6 مهرجانات من أكبر مهرجانات لبنان جماهيرية، وشارك فيها قيادات الجماعة في لبنان وقيادات حماس بكلمات مباشرة أو عبر الإنترنت. وهناك في لبنان أكثر من 10 جمعيات جمعت تبرعات، كل جمعية بمعدل جمعت مبلغ وقدره مليار ليرة لبنانية، والمليار ليرة حاليا قد لا تساوي أكثر من 70,000 دولار، ولكن هي حاليا تساوي راتب 500 موظف، وليس موظف عادي وإن موظف برتبة أستاذ ثانوي. رغم ظروف لبنان الاقتصادية جمعت أكثر من 10 جمعيات أكثر من 10 مليار ليرة. لبنان الصغير بحجمه هو كبير، قضية فلسطين عنده أولوية. لكم من السلام، والسلام عليكم ورحمة الله. أحسنت وأوجزت وأفدت أستاذ محمود. يظل لبنان فعلا في الخندق الأمامي يدافع عن الحق الأمة الإسلامية في تحرير فلسطين. الكلمة التالية مع الدكتور محمد الحساني من مؤسسة أكاديميون من أجل فلسطين. دكتور هل متواجد؟ دكتور محمد الحساني. دكتور محمد الحساني غير موجود. يتقدم الشيخ محمد كرم الله من باكستان. الشيخ محمد كرم الله من باكستان هو عضو الأمانة العامة للمجلس الأفرو آسيوي وأحد الناشطين للعمل لفلسطين. تفضل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إخواننا الكرام، جمعنا هنا في مؤتمر الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين. ديننا يرشدنا المحبة والمودة والائتلاف بيننا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نبينا الأكرم وحبيبنا الأعظم يقول: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصابعه فقال: المسلم للمسلم. هكذا شبك بين أصابعه الكريمة ويقول: كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون مثل رجل أو كرجل واحد، وإذا اشتكى عيناه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. قضية الفلسطين هي ليس للفلسطين، ولكن هي قضية لكل المسلمين في نهاية العالم. وفي هذا الزمن قضيتان كبيرتان للمسلمين: قضية الفلسطين وقضية الكشمير. الكشميريون هم إخواننا المسلمين، هم في شدة، إخواننا هم في شدة من الهندوس. ولنا أن نجمع قواتنا لنصرة المسلمين. وفلسطين هي وطن السلام، والتي لم ترى يوما سلاما. هي أرض منذ القدم وهي تتعرض للاحتلال، وما تزال إلى الآن تتعرض لاحتلال غاصم من الكيان الصهيوني الذي استباح الحرمات واستحل الدماء الطاهرة من شباب فلسطين الذي يدافع عن وطنه بكل ما أوتي من قوة. فلنا أن نجمع قواتنا لنصرة المسلمين إن شاء الله بإذن الله. مع السلامة. جزاك الله خير شيخنا محمد كرم الله، بارك الله فيكم. الآن أعود بكم إلى تركيا لنستمع قليلا ونشاهد أيضا بعض جهود الإخوة في حزب الهدى مع الأستاذ سعد ياسين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد المرسلين وإمام المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا لا أريد إطالة عليكم في الحقيقة. أهلا وسهلا بكم كلكم باسمه وصفته ولقبه في بلدكم الطيبة تركيا. يسعدني أن أكون أمام هؤلاء العلماء والأكابر والأساتذة السيدات والسادات. إخوانكم في تركيا مثلكم أنتم كلكم كشعوب الإسلامية والعربية نهتم بالقضية الفلسطينية، ونعتبر القضية المركزية والمحورية من بين قضايا العالم الإسلامي. ونحن
من حركة من حركات الإسلامية وحزب من أحزاب إسلامية في تركيا، كل الحركات وكل مسلم نهتم بهذه القضية، ولنا نشاطات فعاليات الحمد لله كبيرة مستمرة دائمة لدعم القضية الفلسطينية، قضية الأسرى، قضية الأقصى، مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك عرض تنظرون إليها في كل الفترات، فترة تصعيدية الإخوة ينظمون نشاطات فعاليات كبيرة وضخمة، وربما بعضها مليونية الحمد لله، يعني بعضها بعيدا عن الإعلان، وبعضها كذا هكذا تشاهدونها الحمد لله منتشرة في الميديا، سوشيال ميديا. وفي المعركة الأخيرة، معركة سيف القدس، الحمد لله الإخوة نظموا مثل هذه الفعاليات لدعم القدس وفلسطين. ومع ذلك هناك حملات إغاثية لجمع الأموال لقضيتنا الأساسية. طبعا هذا هو يعتبر من أولوياتنا في دعم القضية، وأنا لا أريد أن أذكر المبلغ هنا، ولكن الحمد لله تركيا في هذا المجال لها دور كبير، وخاصة شعب تركيا الحمد لله له دور كبير يعني في دعم المادي ودعم الروحي طبعا أيضا. ومع ذلك الحمد لله لنا نشاطات علمية أيضا. الإخوة في المدارس الشرعية يهتمون بهذه القضية، قضية القدس والأقصى، اهتماما بالغا كبيرا، ونربي أجيالنا أولادنا على هذه القضية، ونعتبر القضية ككلكم جزءا من عقيدتنا الإسلامية الحمد لله. والحمد لله يتربوا الأجيال بعد الأجيال الحمد لله في هذه الدولة التي تعتبر في القديم من أقدم الدول التي للأسف اعترفت بالكيان الصهيوني. أنتم تعرفون هذا في سنة 49 ربما، ولكن الحمد لله كما سبق كلام لأحد الأساتذة ما هناك أي دعم شعبي لهذه الأنظمة القديمة. الحمد لله تركيا تغيرت طبعا بالنسبة للنظام والحكومة والرئاسة، ولكن عامة الدولة كانت كذلك قبل 20 سنوات، ولكن الشعب لم يكن كذلك، وما زالوا الحمد لله نحن داعمون للقضية الفلسطينية. أنا لا أريد إطالة في الحقيقة في نهاية هذه الجلسة، ولكن أريد أن أقدم شكري وتقديري للإخوة المنظمين في الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أهلا وسهلا بكم في بلدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك وفي جهودكم وتقبل منكم إن شاء الله. الآن سأترككم في دقائق مع دكتور حسن. هو من الصومال، لكنه سيتحدث عن مناشط في جغرافيا أوسع من الصومال. في دقائق معدودة دكتور، على مستوى شرق إفريقيا. أطلب أن تفضل في دقائق. آسف، دكتور حسن من جيبوتي وليس من الصومال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحيي على الحضور بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحييكم جميعا بصفاتكم ومقاماتكم كلها، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المؤتمر. أيها الإخوة الكرام، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فما قيل يكفي. أما فيما يتعلق بنشاطات التي نحن نقوم بها، نحن نقوم بأنشطة مختلفة بتأييد القضية الفلسطينية، سواء فيما يتعلق بمناهضة التطبيع أو فيما يتعلق بنشر ثقافة فلسطين كقضية. ما دام هذه القضية لا تدرس في المناهج فهي تحتاج إلى تكوين محتوى ومادة تثقف الناشئين وتدربهم على وجودها. فعندنا أنشطة ممدودة من جيبوتي إلى شرق إفريقيا كلها، سواء في إثيوبيا أو كينيا أو الصومال بأقاليمها كلها. فلنا نشاطات حسب المناطق. هناك مناطق يسمح فيها النشاط العلني كمظاهرات وتظاهرات في المناسبات، وهناك مناطق لا يسمح فيها، فهذه المناطق التي لا يسمح فيها ننشط فيها الأنشطة التثقيفية. أما المناطق التي تسمح فيها المظاهرات والاستعراضات فإننا ننظمها، خاصة في الصومال في المناسبات، في كل المناسبات، وهذا موجود في السوشيال ميديا بشكل موسع. وما نحتاجه أيضا إذا كان ما دام هناك مناهج دراسية بعيدة عن هذا الأمر، وما دام هناك تحديات فيما تقوم به المنظمات المعادية للإسلام بنشر الثقافة بعيدة عما نتحدث عنه، فإننا نحتاج إلى مادة وإلى محتوى ينظم حسب في المدارس بشكل منظم. فهذا النشاط الذي نقوم به في هناك فله جانب نسوي وله جانب شبابي وطلابي وله أيضا الجانب السياسي فيما يتعلق في بعض المناطق التي يمكن تكوين هذا الجانب. فجزاكم الله خير وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك وتقبل الله منكم. في اللحظات التالية أترككم مع الشيخ الأستاذ محمد المأمون القاسمي الحسني، رئيس منتدى سيدي أبو مدين الغوث، صحيح الشيخ؟ للأخوة الجزائرية الفلسطينية. تفضل مشكورا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الكائنات سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، أيها السادة، أيتها السيدات، كل باسمه وبمقامه، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد بما وفقني الله إليه وأعانني عليه ويسر أسبابه من حضور هذا اللقاء المبارك الذي اجتهدت قدر المستطاع في تأمين أسباب حضوره بعون الله. فأحيي هذا الجمع المبارك وأسأل الله لهذا المسعى النجاح والتوفيق. كثير مما كنت أود أن أشير إليه
سبقني إليه بعض الإخوان الذين تعاقبوا على هذا المنبر، وأنا أود في هذه الكلمات الموجزات أولا أن أحييكم باسم إخوانكم في الجزائر عامة، وباسم إخواني وزملائي في منتدى سيد أبي مدين للأخوة الجزائرية الفلسطينية. هذا المنتدى الذي سعينا لتأسيسه منذ سنوات، وبادرنا إلى تحقيق هذا المشروع يوم بدأت تظهر ملامح ذلك المشروع الآثم الذي أعلنه فيما بعد الرئيس الأمريكي المهزوم سيء الأثر وسيء الذكر، مما عرف بصفقة القرن، وما هي في الحقيقة كما قلنا إلا خيانة القرن. كنا قرأنا واستمعنا إلى البعض وهم يثبطون العزائم، وهم يقولون في ما يرددون لعل هذه الفرصة الأخيرة للفلسطينيين، عليهم أن يغتنموها، عليهم أن لا يفوتوها، يرضون بهذا القليل حتى لا يضيعوا كل فلسطين. أسسنا هذا المنتدى ليكون مع بقية الفعاليات تتجه عنايته ويتجه مسعاه إلى أن تبقى هذه القضية، قضية فلسطين، قضية القدس الشريف والمسجد الأقصى، حية في ضمير الأمة، حتى تبقى جزءا من وجدان الأمة يعيشونها ويعايشونها ويتفاعلون معها ويستشعرونها في كل وقت وحين. عندما رسمنا الأهداف ووضعنا برنامج العمل كان ذلك كله ينسجم مع الرؤية ومع النظرة ومع الأهداف التي عمل من أجلها هذا الائتلاف المبارك، الائتلاف من أجل القدس، ونحن نعد أنفسنا جزءا من هذا الائتلاف. منذ ذلك الوقت تتابعت الخطوات وكثفنا الجهود في شتى الاتجاهات، وعملنا من أجل تنسيق هذه الجهود وتوحيدها من أجل حشد الطاقات الحية في الأمة، من أجل هذه التعبئة وإثارة هذا الإحساس بقضية المسلمين الأولى، القضية العادلة، القضية المركزية، القضية التي أراد لها العدو، أراد لها المستكبر، أرادت لها دول الاستكبار العالمي أن يطويها النسيان، أن ينساها المسلمون ويعرضوا عنها. جعلنا في طليعة أهدافنا هذه العملية أو هذا العمل الدؤوب المتواصل، وفي سياق هذا المسعى وهذا الجهد المتواصل دعونا إلى ندوة عندما تطورت الأحداث وعندما ظهر ما سمي بالتطبيع الذي أعلنا رفضه واستنكارنا له، وكان ذلك عبر بيانات وخطب منبرية وفعاليات في المجتمع، في النوادي الثقافية، في كل المراكز التي يمكن أن نبث فيها وفي أوساطها هذا الوعي الذي ينبغي أن يتزايد في الأمة. دعونا إلى ندوة وحضرها فعاليات من المجتمع، حضرتها نخبة
من أهل الاختصاص لم نستطيع أن نحشد لها الجمع الغفير للظروف التي تعلمونها، ظروف الجائحة، ولكنها ضمت نخبة من أبناء الجزائر من علمائها، وكان هذا الشعار الذي حملناه وعقدت الندوة تحت عنوانه الجزائر مع فلسطين في السراء والضراء، وحملت شعارات هي كلها آيات قرآنية وأحاديث نبوية تحذر المؤمنين من موالاة الأعداء، من التحالف مع الأعداء، وقلناها صراحة وحملنا ذلك الشعار وبين حقيقته المتدخلون والذين أسهموا في فعالية الندوة أن هذا التطبيع هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، وينبغي العمل من أجل أن نجهض هذا المشروع ونبطل هذا المشروع. وكان ذلك في فعالية الندوة وفي بيان الندوة. أحد شعارات الندوة كانت الكلمة الخالدة للسلطان عبد الحميد رحمه الله، الذي قال ورد على من أغراه إنه ليس بمقدوره ولا بإمكانه ولا من حقه أن يتنازل عن شبر من أرض فلسطين لأنها أرض لكل المسلمين. وقال في هذه الكلمات لأن يقطع جسده قطعة قطعة أهون عليه من أن تقتطع قطعة واحدة من أرض فلسطين. كانت هذه الندوة بأبحاثها التي تناولت محاور، تناولت البعد الإيماني الذي تحدث عنه الزميل والأستاذ الفاضل من قبل، تناولت الأبعاد العقدية والفكرية، تناولت الأبعاد السياسية والأمنية والاستراتيجية والجيو استراتيجية لكل ما يترتب من مخاطر عن هذا المسعى الآثم، مسعى التطبيع. وفي كل هذا ومن قبل هذا وإلى اليوم نكرر القول إن المعول على الشعوب، المعول على الشعوب على هذه الفعاليات. من أجل ذلك ينبغي أن نحشد هذه الطاقات، المعول على الجماهير، على المنظمات الشعبية، على كل ما يمكن أن نجنده ونسخره في اتجاه هذا المسعى وفي اتجاه هذا المشروع. وقلنا فيما قلنا، وهذا الذي أحببت أن أقف عنده قليلا وهو مرتبط بما سمعناه من الأخ الكريم حين تحدثنا عن البعد الروحي، البعد الإيماني، ذكرنا بما كان عبر التاريخ، تاريخ الإسلام، وقلنا ما تعلمون من أن الأمة عبر تاريخها كانت في معاركها جميعا وخاضت معاركها جميعا جهادا في سبيل الله، منذ عهد الرسالة، منذ عهد الفاتحين إلى استعادة القدس وتحريرها من صلاح الدين وجنده الصالحين، وصولا إلى ثورات جهادية ضد الاستعمار الغربي الغاشم، بلوغا إلى ما كان قبل فترة حين كان النصر المبين من الله سبحانه وتعالى في سيف القدس، وقد أعلناها بعد هذا الانتصار، وأعلناها في خطب ومناسبات وفعاليات، وكنا نعد لاحتفالية واسعة شعارها هو هذا الانتصار والاحتفال بهذا الانتصار. وفي هذا السياق ذكرت الندوة في مداولاتها وأبحاثها هذا البعد، وتساءلنا كيف للمسلمين وهم يملكون هذا السلاح القوي، كيف لهم أن يرضوا بأن يتخلوا عنه
ويبقى حامل هذا السلاح أجرد أعزل، وهم الذين انتصروا بالإسلام. قيادات المسلمين وكأنهم يتناسون أو يتجاهلون أن هذه الأمة إنما جمعها الإسلام، جمعها من شتات الأمم، جمعها من شتات وأحياها من موات، ومصدر عزتها هو الإسلام، هو مصدر عزتها وضامن وحدتها وقوتها. إذا ابتغت العزة في غيره أذلها الله، كما جاء على لسان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كل المعارك قادها المسلمون وخاضها المسلمون جهادا في سبيل الله، إلى معاركهم ضد الاستعمار الغربي الذي أراد أن يجتث عقيدتهم، أن يجتث مقومات وجودهم، مقومات حياتهم، أراد أن يحول بينهم وبين الإسلام. فشعوبنا، ونحن نتحدث عن شعوب إسلامية، وأتحدث عن شعبنا الجزائري على وجه الخصوص على امتداد فترة الاحتلال، حاول المستعمر ما حاول، ولكن شعبنا بحمد الله لاذ بركن الإسلام وتحصن بقلاعه المنيعة العتيدة، وقادموا كل معاركه الجهادية، كل المقاومات من بداية الاحتلال إلى الحركة الوطنية إلى ثورة التحرير باسم الإسلام. وحين فجر ثورته الأخيرة، ثورته المباركة، فجرها جهادا في سبيل الله، ولا يرضى الجندي فيها أن يسمى بغير لقب المجاهد، ومن يقدم نفسه في سبيل الله لا يرضى إلا أن يكون شهيدا في سبيل الله. هذه المقاومة التي نسميها مقاومة روحية، المقاومة الفكرية، هذا الجهاد بالقلم مكتوبا، الكلمة المكتوبة والمنطوقة، هذا النوع من المقاومة، هذا البعد الإيماني الروحي هو الذي كان له الأثر الفعال عبر القرون، عبر العقود، ونحن جربنا هذا من كثب وعرفناه من قرب، والفرنسيون أنفسهم يقرون بهذا ويصرحون به، يصرحون في وثائقهم الاستخباراتية بأن هذا النوع من المقاومة هو الذي أبقى روح العداوة للفرنسيين، للحضور الفرنسي، هو الذي أبقى روح المقاومة فيهم حية وتتجدد في كل وقت وحين، ويستشهدون على ذلك بكثير من الوقائع وبكثير من الأمثلة. نتعجب كما قلت أيها الإخوان في الوقت نفسه هذه العصابة، هذا الكيان الصهيوني، هذا الكيان الغاشم، يعني يصرح بهذه الصفة، لا يرضى بأن توصف هذه الدولة التوراتية المزعومة، ولا يريد أن تكون إلا دولة يهودية. في الوقت نفسه نجد في المسلمين وفي قادة المسلمين من يخجل أنه يحمل هذا الشعار، أن يحمل هذا الشعار. المسلمون وأمتهم بالإسلام اهتدت، بالإسلام جاهدت وقاومت، وبالإسلام انتصرت، وبالإسلام إن شاء الله تظل بإذن الله تعالى عزيزة، وبالإسلام إن شاء الله تتحرر فلسطين، ويتحرر المسجد الأقصى، وتتحرر مدينة القدس الشريف. المسلمون حين تمسكوا بالإسلام، حين حملوا شعاره بالإسلام انتصروا، ولكن حين تنكروا له، حين أعرضوا عنه، حين تخلوا عنه انهزموا وانكسروا. نحن
في هذا المنتدى المبارك، في هذا اللقاء المبارك، نقول ما رددناه من قبل وما نريد أن نبثه في النفوس من إحياء الأمل في النفوس. نرد على أولئك الذين يريدون أن تيأس الأمة، أن تتخاذل الأمة، أن يستجيب المسلمون لمثل هذه الدعوات المشبوهة ولهذه المشاريع المضللة. نريد أن نحيي الأمل في النفوس، ونقول إن اليأس لا يجد سبيلا إلى قلوب المؤمنين، لا يقنطون من رحمة الله ولا ييأسون من روح الله كما جاء في كتاب الله. هذا الذي ندعو أنفسنا وإخواننا إليه، هذا الذي نسعى إليه من خلال عملنا المتواضع المحدود، والذي نريده إن شاء الله أن يتوسع مع الأيام وأن يكون ظهيرا ونصيرا لهذا المشروع العظيم الذي أنتم بعض رجاله، أنتم الدعاة إليه، وأنتم ومن معكم. نسأل الله تعالى أن يحقق على أيديكم هذا النصر وهذا الفتح المبين الذي نقول دائما عنه إنه آت إنه آت إنه آت بإذن الله. وعد الله لا يخلف، والنصر آت، والنصر لا يتحقق بنفسه ولكنه يتحقق بأهله، برجاله، بنسائه الصالحات ورجاله الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، من الدعاة إليه ومن العاملين من أجله، وأن يسعدنا بذلك اليوم، أن يسعدنا بذلك اليوم، وعساه يكون قريبا بإذن الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله حينما نلتقي كما التقينا في هذه المدينة المباركة وفي هذا اللقاء المبارك. يجمعنا الله في رحاب الأقصى المبارك. تحية إلى إخواننا المرابطين في القدس الشريف، تحية إلى إخواننا في غزة العزة التي من أجلها وعبر هذه السنين التي تعاقبت فيها حروب العدوان كنا دائما عشنا معها بقلوبنا، بخطابنا، بكل ما أوتينا من قوة وجهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، وأن يجمع قلوبنا، أن يجمع قلوب المسلمين أجمعين، وأن يجمع قلوبنا على التقى، ونفوسنا على الهدى، وعزائمنا على الرشد، وعلى حب الخير وخير العمل. إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشكر لكم جميعا موصول، والأجر إن شاء الله موفور للقائمين على هذا اللقاء. حفظ الله الجميع بما يحفظ به الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. وفي الختام أود أن أنبه الإخوة الحضور بأن موعدنا غدا إن شاء الله 10:30 في هذه القاعة، ولكن كذلك أنبه لأن هناك ورش الآن في القاعات الصغيرة. هناك ورش حول العمل الكشفي، ورشة في العمل الكشفي، وورشة العمل الرياضي، وورشة العمل الطلابي، وورشة مقاومة التطبيع. وأي واحد عنده يعني الورشة يختار الورشة التي يريد أن يحضرها إلى القاعات الصغرى إن شاء الله.
أما البرنامج الأساسي غدا إن شاء الله 10:30. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وتقبل منكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الورش يعني الآن يعني المفروض تكون بدأت، يعني هنا في قاعات صغيرة حول الساحة الخارجية. بارك الله فيكم.